إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا نظير له، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، علمنا كيف نقول لا إله إلا الله، فهو رحمة العالمين وهو سيد الأولين والآخرين. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وابعثنا ونحن قائلين لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنا نستودعك هذه الشهادة وأنت تعلم مكاننا وترى مكاننا. اللهم إنا نستودعك شهادتنا هذه فردها علينا عند الغرغرة وعند السؤال بمنك وجودك يا كبير يا متعال. إخواني في الله، هذه كلمة الإخلاص، كلمة التقوى، لا بد أن نكررها يوميا، لأنه كما ذكرت آنفا من أحب شيئا أكثر من ذكره فلا بد لك من ذكر الله. ولذلك من أعرض عن هذا الذكر كانت له معيشة ضنكا. فإلى كل شاب من شباب الإسلام وإلى كل موحد من أمة الإسلام أقول له إذا كنت في ضنك من العيش فعد إلى ذكر الله، لأن الله تعالى قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لنعود أيها الأحباب إلى ذكر الله، ولنعد إلى كثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي علمنا معاني لا إله إلا الله. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي مرة واحدة صلى الله بها عليه 10. أيها الأحباب، مجلسنا إن شاء الله عقب صلاة الجمعة قائما حبا برسول الله، حبا بسيد الخلق وحبيب الحق، حبا بهذه الصلوات المحمدية لنصلي على رسول الله 100 مرة. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي 100 مرة قضى الله له 100 حاجة، 30 لدنياه و70 لأخرى. من أراد أن يقضي الله له 100 حاجة في هذا الأسبوع فليبقى معنا في مسجدنا هذا ونصلي ونسلم بمعيته جماعة على رسول الله 100 مرة. وقال سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه وارضاه قال من ضج بالصلاة على رسول الله، أي من رفع صوته للصلاة على حبيب الله، من ضج بالصلاة على رسول الله ضجت الملائكة بالاستغفار له. الله أكبر. نقول لبيك اللهم لبيك، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة والمقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات وأهل الأراضين. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادات ديننا وموالينا سيدي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إني داع فأمنوا، توجهوا بقلوبكم إلى الله، ارفعوا أكفكم إلى رفع السماء بلا عمل، اجلسوا على ركبكم وسموا حوائجكم، فالساعة قضاء الحوائج. اللهم يا أرحم الراحمين، يا جار المستجيرين، يا جليس الذاكرين، يا أمان الخائفين، يا صريخ المستصرخين، رفعت إليك أكف عبادك الصالحين. لا تدع لنا ولهم وللمسلمين والمسلمات ذنبا إلا غفرته، هما إلا فرجته، كربا إلا نفسته، دينا إلا قضيته، مريضا إلا شفيته، ميتا إلا رحمته، ضالا إلا هديته، فاسقا إلا أصلحته، عدوا إلا قهرته، ظالما إلا قسمته، مظلوما إلا نصرته، بعيدا إلا قربته، عسيرا إلا يسرته، ولدا إلا أصلحته، زوجة وابنة وأختا وأما إلا سترتها بسترك الجميل يا ستار، يا غفار، يا رحمن، يا رحيم، يا حنان، يا منان. توفنا على شهادة أن لا إله إلا الله. اللهم أحينا عليها، اللهم أمتنا عليها، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله،
محمد رسول الله. اللهم ارزقنا علم لا إله إلا الله، وفهم لا إله إلا الله، وأنوار لا إله إلا الله، وأسرار لا إله إلا الله. اللهم بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله لا تخرجنا من بيتك إلا وقد غفرت ذنوبنا، وسترت عيوبنا، وفرجت كروبنا، ونفذت همومنا، وجمعت شملنا، ووحدت صفنا، وأخذت بأيدينا لما يرضيك عنا. اللهم يا جبار يا قهار، اللهم يا جبار يا قهار، اللهم يا جبار يا قهار، عليك بأعداء المسلمين. اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم خذهم إليك أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بمن اعتدى على أهلنا أهل السنة والجماعة. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم عجل لنا بالانتقام منهم. اللهم كن لأهلنا في الشام عونا ومعينا، حافظا وناصرا وأمينا. اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكسر عريانهم، اللهم شاف جرحاهم، تقبل شهداءهم. اللهم عجل بنصرك يا رب العالمين. اللهم رد النازحين والمهجرين إلى بلادهم وديارهم يا رب العالمين في أقرب وقت وحير. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وفق اللهم فيه ملك البلاد لما فيه مصلحة العباد والبلاد. اللهم هيئ له البطانة الصالحة، اللهم اصرف عنه بطانة السوء. اللهم اغفر لحينا وميتنا، غائبنا وحاضرنا، ذكرنا وانثانا. اللهم وفق كل واحد منا لما تحبه وترضاه عنا وعنه يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.